ما بتعديش مسلسل من غير خلافات، ونجم شهير نصح أحمد السقا واتدخل لحل الأزمة، وشكله ما كانش ناوي يشارك في المسلسل من الأساس. كواليس الخلافات وراها ستات. ايه دور زينة في الخلاف اللي حصل في المسلسل؟ وهل فعلا زينة ما بقتش تعدي مسلسل من غير ما تعمل مشاكل وخلافات؟ ازاي احمد السقا يرفض النصيحة وكان هيخلي المسلسل يقع؟ ايه الاسباب اللي عملت مشاكل في مسلسل العتاولة؟ تعالوا بينا في الفيديو ده هقول لكم تفاصيل الحكاية كلها. أحمد السقا ما سمعش كلام فنان مشهور زمان من حوالي 25 سنة لما قال له ما تآمنش لواحدة ست، وبرضه آمن للست وحبها واتعلق بيها، وكانت سبب في مشاكل كتير حصلت له في مسلسل العتاولة. فات 25 سنة ولسه بيحذروه. ده تعليق السوشيال ميديا على أحداث مسلسل العتاولة، وبيقصدوا بيه الفنان أحمد السقا اللي شفناه السنة دي في مسلسل العتاولة. يا علي أنا قلتلك حريم، لأ اسمع كلامي، ما تأمنش في الدنيا دي غير لأمك، ولو أبوك طلقها ما تأمن لهاش يا علي. ولو متابع السينما كويس هتفتكر الجملة دي اتقالت في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، قالها خلف اللي كان عامل دوره الفنان محمد هنيدي لعلي اللي كان بيقوم بدوره الفنان أحمد السقا. رواد مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا الأحداث ببعض وقالوا حنة بتفكرنا بلمياء، حنة بتقدم دورها الفنانة زينة في العتاولة. ونفس المشكلة حصلت بين أحمد السقا وطارق لطفي، وبرضه بسبب الستات. نصار كان متعلق بحنة وشافها في فيلا عيسى الوزان، وده بيعمل دوره باسم سمرة. ومن اللحظة دي بدأت الخلافات بين نصار وخضر اللي بيقدمه الفنان طارق لطفي، ومن هنا بدأ الخلاف بين نصار وخضر بالذات لما مد ايده على حنة. وقتها نصار خرج عن أعصابه وبدأ يهدد أي حد يقرب لحنة. رواد السوشيال ميديا استغلوا المشهد ده وافتكروا اللي حصل في الفيلم لما علي وخضر برضه اتخانقوا مع بعض بسبب لميا خطيبة علي، ومن هنا جه تعليق برضه لسه بتآمن للستات يا سقا، زينة التانية مش ناوية تعدي الدنيا وتمشيها. وبقى كل مسلسل ليها مع حكاية. خدت أحمد خالد موسى مخرج مسلسل العتاولة غسيل ومكوى وقالت له لو اشتغلت معاك تاني ابقى قابلني، احنا عملنا شغل مع بعض والدنيا جميلة، بس اوعى تفتكر علشان نجحنا معاك وانك مكسر الدنيا ومن اجمد المخرجين في رمضان ده يخليني اديك الامان، لا انسى. كلام زينة خلى الابواب المتقفلة تتفتح عليها والجمهور يقول ان شكل العيب فيها، اصل الناس على طول فاكرة اللي بيحصل وما بتنساش حاجة. الكل فاكر لها موقفها من محمد سامي مخرج مسلسل جعفر العمدة، وفي اللي قالك منك لله يا محمد يا سامي عقدت زينة في عيشتها، انت مش سايب حد في حاله. وفي اللي افتكر انها تعمل مكالمة فيديو كول بمحمد سامي وتقوله الكلمتين دول وتعرفوا ان اللي عملوا فيها سايب اثر. محدش خد باله من كلام زينة اللي قالته في باقي كلامها للمخرج احمد خالد موسى. اصلها قالت انها مش هتشتغل معاه تاني عشان خارجة من حادثة تخليها مش اقل من 16 سنة لحد ما ترجع تآمن لمخرجين من تاني. طبعا واضح ان اللي حصل ده كوميدي وحاجة كده من ريحة جمال الكواليس اللي ما بينهم. قول لنا بقى رأيك ايه في احداث مسلسل العتاولة اللي خلى الجمهور يفتكر صعيدي في الجامعة الأمريكية؟ شاركونا برأيكم في